النهاردة هنعمل مع بعض الغريبة الملوكي الرهيبة دي. يلا بينا نعرف ازاي انا عملتها. اول حاجة هنا المقدار المظبوط للغريبة 2:1.5، يعني 2 دقيق، 1 سمنة، نص سكر. ده المقدار المناسب جدا علشان تطلع معانا الغريبة ناعمة جدا وكمان طرية جدا من جوه. زي ما احنا عارفين هتطلع لونها ذهبي من تحت ولونها ابيض من فوق. المقدار ده هو ده المقدار اللي انا ماشيه بيه دايما علشان اعمل الغريبه المظبوطه وكمان ما تسحش مني ابدا. اول حاجه هنا اول حاجه هبتدي بيها طبعا هي ان انا اضرب السمنه والسكر بالمضرب كويس جدا لحد ما تبقى كريمي. فانا هنا هاخد السمنه وهضيف عليها السكر، لازم يكون بودر علشان يسهل عليا ان هو يدوب في السمنه. طبعا السمنه مش هنسخنها، احنا هنضيفها زي ما هي كده بدرجه حراره الغرفه. هنجيب السكر على السمنة وهجيب مضرب، ممكن نستخدم مضرب يدوي عادي جدا، ممكن المضرب الكهربائي. اهم حاجة ان انا هفضل اضرب السمنة والسكر مع بعض علشان يبقوا كريمي. اول ما يبقوا كريمي هبتدي طبعا اضيف الدقيق. طبعا ناس كتير الغريبة بتبوظ منها واحيانا بتسيح واحيانا تطلع ناشفة، بس عايزة اقول لكم بالمقدار ده هتطلع الغريبة فعلا رهيبة جدا، وكمان السكر بتاعها مظبوط ودايبة دوب. انا هنا خلاص اديني ضفت الدقيق. طبعا هنا الادوات بتاعه المضرب هبتدي كده انضفها كويس من السمنه والسكر اللي فيها بالدقيق. طبعا بعد كده هبتدي اعجن. هلاقيها متفروله كده معايا، ما نقلقش، ده عادي جدا. اول ما تفرول معانا كده كل ما نعجن كل ما هي هتسخن في ايدينا وهتبتدي تسيح. ناس كتير اول ما تلاقيها فرولت كده منها فاول العجين تخاف، لا احنا هنكمل كمان عجن هنلاقيها بقت زي الزبدة كده في ايدينا. طبعا كل ما نعجن ده هيكون كويس جدا للغريبة، وكمان لازم العجينة بعد ما نعجنها وخلاص هتبقى جاهزة معانا يفضل ان احنا نسيبها ترتاح حوالي نص ساعة او كمان ساعة. طبعا الغريبة الافضل ان هي تتقطع اصغر تقطيعة، يعني قد كده كورة صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين. يعني ده اصغر حجم الغريبة وده حجم مناسب جدا. طبعا دخلتها الفرن على درجة حرارة متوسطة أو كمان تحت المتوسطة، يعني تكون هادية. طبعا أنا وطيت الفرن جدا من فوق وسبتها من تحت متوسطة. زي ما انتوا شايفين طالعة تحفة رهيبة. ما عايزة أقول لكم ريحتها وطعمها جميل جدا. أنا لا ضفت فانيليا ولا عملت أي حاجة غريبة، هي مجرد الدقيق والسمنة والسكر، لكن نظبط المقادير. طبعا الغريبة معروف إن هي مش بتحمر من فوق خالص، لأ هي بتحمر من تحت بس. وكمان علشان خاطر هي بتتحط في الفرن الرطوبة بتتسحب مش اكتر، يعني مش بتستوي، لا هي بس الرطوبة تتسحب منها على درجة حرارة منخفضة جدا، وكمان ما نحركهاش من على الصينية غير لما تبرد خالص. اتمنى ان الفيديو كان عجبكم.